بيان شديد اللهجة لأول مرة بيصدر من نادي الاتحاد السكندري على مدار تاريخ العلاقة بينه وما بين النادي الأهلي. لأول مرة بيصدر بيان بهذه اللهجة وبهذه الحدة. نادي الاتحاد السكندري وإدارة نادي الاتحاد السكندري وموجهة مباشرة لإدارة النادي الأهلي بسبب مفاوضات الأخير مع محمد حمدي زكي. لازم أقرأ لكم البيان اللي اتنشر على الموقع الرسمي النهاردة لنادي الاتحاد السكندري، واللي كان فيه اتهامات واضحة وصريحة للنادي الأهلي، واللي قال فيه: يأسف نادي الاتحاد لما آلت إليه أحوال الرياضة المصرية وتغير الأسس والمفاهيم وكذا وكذا وكذا. منذ فترة أخبار عن سعي النادي الأهلي في ضم لاعب فريق الكرة بالنادي محمد حمدي زكي. بيان قال لما كان يجمع نادي الاتحاد السكندري والنادي الاهلي من علاقات طيبه، بالاضافه الى توقيع اتفاقيه تعاون مشترك بين الناديين توأمه في بدايه هذا الموسم، فكان النادي حريصا على التواصل مع اداره النادي الاهلي للتاكد من تلك الاخبار، لا سيما في ظل هذه العلاقات وسريان عقد اللاعب مع النادي، والتاكيد ايضا على مفهوم التوأمه. وكان رد الاهلي نافيا ان يكون هناك مفاوضات مع لاعب الفريق محمد حمدي زكي، لكن للأسف تم التأكد من أن هناك تواصل بين إدارة النادي الأهلي واللاعب دون علم نادي الاتحاد السكندري، ما يعد قرصنة على حقوق النادي ومنهج جديد لإدارة النادي الأهلي، وهو التعدي على حقوق الأندية الأخرى وتعصية اللاعبين على أنديتهم. كانت إدارة النادي الأهلي، والبيان مكمل، أرسلت فاكسا رسميا لطلب ضم لاعب كرة السلة الدولي مهند الصباغ، وجاء رد نادي الاتحاد بالاعتذار، وللأسف تجاهلت إدارة الأهلي الاعتذار وأرسلت فاكسا آخر لتحديد المقابل المادي لانتقال اللاعب، ورغم مخاطبتهم بحاجة النادي لجهود مهند والقرار بعدم التفريط فيه. البيان أكمل أيضا وقال: تؤكد إدارة الاتحاد السكندري أنها كانت تمني النفس لتغيير أسلوب ومنهج إدارة النادي الأهلي ومحاولة تحسين علاقتها بالأندية الشعبية والجماهيرية، حيث، وركزوا معايا في الكلام اللي هقوله دلوقتي حالا في البيان، حيث يعلم القاصي والداني أن الأندية الشعبية والجماهيرية وفي مقدمتها الزمالك، الإسماعيلي، المصري، المحلة لا تتمتع بعلاقات جيدة مع النادي الأهلي، وفي ظل هذا الأسلوب وهذه الطريقة سيتم إضافة نادي الاتحاد السكندري للأندية الشعبية والجماهيرية التي لا تربطها علاقات جيدة مع النادي الأهلي. وختم البيان: بناء على ما تقدم، قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تجميد اتفاقية التعاون المشترك مع النادي الأهلي والتأكيد على حق النادي في استمرارية وسريان عقد اللاعب حمدي زكي مع النادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لحماية حقوق النادي الاتحاد السكندري. قبل ما أعقب على البيان، أنا الحقيقة بس في نقطة لافتة انتباهي في البيان. حقيقة بقرا بيانات كتيرة جدا جدا للأندية المصرية، لأول مرة يلفت انتباهي أن يكون في بيان مصاغ لغويا بشكل سليم، يعني في لغة صحفية، ما هوش نازل بشكل تصريحات. الحقيقه يعني مثلا البيانات اللي بتطلع من نادي الزمالك بتنزل على شكل تصريحات، ما بتطلعش بشكل بيان. ده بيان واضح انه في مكتوب كده بلهجه مجلس الاداره بالكامل.